السلام عليكم. اليوم عندي معكم كيكة بإنان بنكهة كونفيتير تين شوقي. نحتاج إنان، نحتاج كونفيتير ديال تين الشوقي أو أي نوع ديال الكونفيتير اللي عندك. غنحتاج كاس صغير ديال زيت موينو، غنحتاج قبضة من الملح، غنحتاج جوج البيضات، غنحتاج جوج خمارات، غنحتاج واحد كوكار فانيلا، غنحتاج واحد كاس من التنيدة. بسم الله على بركة الله. صلوا على النبي. كما كتشوفوا معايا خديت دابا الزنافة كبيرة وضفت ليها جوج البيضات. دابا نضربها بالتراب البيض سواء يدوي أو ديال الضو. ودابا غنضيف التنيدة. من بعد نضرب مع التنيدة نسيت ما قلت لكم كاس ديال الماء. دابا غنضيف ليه الماء ونطلبو مرة أخرى. ودابا نضيف الخمارة وسكر فانيلا. ودابا نضيف الزيت. ودابا من بعد نضرب مع الزيت دابا نضيف ليه كونفيتير ديال تين شوقي أو أي نوع ديال الكونفيتير اللي عندك. من بعد ما خلطت مع كونفيتير والخل والقليل من الملحة قبطة. ودابا ضفت ليه الإنان مخلط مع قليل من البونبونة. غنضرب دابا كلشي. دابا غنخليه يرتاح وغنمشي دابا ندهن المون بالزيت أو الزبدة. دابا انايا خويتو في المون، كنقطع 8 مقاطع. دابا خويتو في المون. ممكن اضافه دقيق خلط بالحلويات، انايا دابا ما عنديش. ودرت كيكه انان كونفيتير بدون الدقيق. ثاني تدخل الفران ومن بعد نطحنو. كما كتشوفوا معايا دابا دخلت كيكه في الفران. دابا نتد عليها ومن بعد تشوفوا معايا النتيجه ديال الكيكه ديال اليوم. كيكه انان بكونفيتير بدون الدقيق في الفرن. كما كتشوفوا معايا هذه هي النتيجه ديال الكيكه ديال الكونفيتير. انا راه دهنتها فوق منها. من بعد ما تبرد خاص تعرفوا واحد الحاجه، كيكه خليوها تاني تبرد وعاد حيدوها من المون وعاد دهنوها. ومن بعد ممكن تخليوها في الثلاجه، ممكن تخليوها خارج الثلاجه، كتبقى اختيار. حتى بالنسبه تاني الكونفيتير من فوق كتبقى اختيار، كل واحد الذوق ديالو. وهذه هي الكيكه ديال اليوم. كنتمنى تنال اعجابكم. وصلوا على النبي.